السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية الكوسة بالفراخ. أول حاجة معانا صدور الفراخ متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هنقول بسم الله. معانا المادة الدهنية على النار تسخن معايا، ومعايا بصل مفروم، ومعانا جزر مبشور. وهنبدأ بقى التوابل. معانا ملح، فلفل اسود، قرفة، جنزبيل، زعتر، وروزميري. اول مادة الدهنية بتاعتنا ما تسخن هنبدأ نحط فيها الفراخ ونقول بسم الله، ونحط البصل المفروم، ونبدأ بقى نشوح البصل والفراخ مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بعد كده لازم تتشوح كويس قوي الفراخ مع البصل. بعد كده نحط الجزر المبشور ونشوحه مع الفراخ والبصل كويس قوي. هنبدأ نحط معانا التوابل بتاعتنا اللي احنا قلناها ونقلبهم كويس قوي مع الخضار، مع الجزر والبصل والفراخ، تقليبه كده كويسة. نستنى عليهم شوية لحد ما يدبلوا، الجزر بتاعي يدبل شوية زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنبدأ نضيف الكوسة بتاعتنا، وهنضيف على الكوسة شوية من الكمون المطحون وشوية من الكزبرة المطحونة، وهغطي عليهم واسيبهم لحد ما يستووا كويس مع بعض. بعد ما الخضار بتاعي استوى مع الفراخ حطيناه في الصينية زي ما انتم شايفين كده واستوى تماما، هنحط مادة دهنية، معلقتين زيت يسخنوا، ومعلقتين مليانين من الدقيق، وهنبدأ نحمر الدقيق بتاعنا كويس مع الزيت زي ما انتم شايفين كده. حمر الدقيق كويس قوي عشان ما يبقاش فيه طعم الدقيق. بعد كده معانا كوبايتين من اللبن هنحطهم شوية بشوية ونقلب كويس عشان ما يبقاش فيه تكتل في اللبن في الدقيق بالمنظر ده كده. معانا ملح، شوية زعتر، وشوية روزميري، وفلفل اسود، وقرفة. هنضيفهم على البشاميل بتاعي ونقلبه كويس قوي مع بعض، وهنسيبه ياخد غلوة. ونشوف بقى السمك بتاعه. هنضيف بقية اللبن بتاعنا شوية بشوية لحد ما نظبط السمك بتاع البشاميل بتاعنا. هنضيف بقية الكوبايتين اللبن، يبقى معلقتين الزيت مليانين، معلقتين دقيق، كوبايتين من اللبن. انا شايفة ان القوام بتاعه كده ممتاز. هبدأ احط عليه شوية من الجبنة الموتزاريلا، ونخلطهم كويس قوي كده مع بعض ونضيفهم على الكوسة. انا هحط الصينية بتاعتي تحت الشواية لان كل حاجة فيها استوت. انا هحطها بس تاخد لون مش اكتر من كده. عايزة اقول لكم ان طعمها وريحتها ما شاء الله جميلة جدا. هنبدأ بقى نحط على وش الصينية بتاعتنا شوية من الجبنة المبشورين، وهدخلها تحت الشواية. دي الصينية بتاعتي بقى بعد ما خرجت من الفرن. عايزة اقول لكم ان وشها كان مقرمش
وحاجة كده زبدة، طعمها بجد تستحق التجربة. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله، والف هنا وشفا.